ان ما كانش الدين والدنيا يبقوا كده يبقى انت غلط. من اول ما تفتح عينك لحد ما تنام بالليل انت عايش في الدين والدنيا مع بعض. انا بقوم من نومي الصبح، نيتك ايه؟ بس وجه النيه، الحمد لله والشكر لله رب الذي احيانا بعد ما امتنا. ادي الشكر انت دخلته، ولو ما تدخل شكر ربنا في حياتك انت بتلاقي نعيم مش بعده نعيم. اسال نفسك بقى في كل لحظه في يومك انت بتعمل كده ليه؟ والله ده عمق الدين. فكره الدين والدنيا هي عباره عن نيه. يا كل انثى بتسمعيني، جربي كده اقعدي مع زوجك بس من منطلق الود والرحمه بينا. يا رب ده حلالي بسم الله الودود الرحيم، واقعدي معاه واتفرجي على المتعه اللي هتحسيها في اللحظه دي هتبقي عامله ازاي. بس بالنيه، بس وجهي نيتك. عايزه اقول لكم بقى فكره الصلاه والصيام كل الحاجات دي هي حاجات بتشحنك عشان تقومي تعملي الدين ده. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ربنا سبحانه وتعالى بيحب يرى اثر نعمه وجميله، كل ده دين بس بالنيه، بس وجهي النيه. فالله يكرمكم، الجسر الرئيسي ما بين الدين والدنيا هي تفعيل الدين، تفعيل الاخلاقيات على مدار يومك. يكون عندك هدف، ده دين. يكون عندك رسالة عايشة عشانها، ده دين. نجاحك وتطورك وتميزك دين. اهتمامك بنفسك وشكلك دين. حطوا الدين مع الدنيا، الله يكرمكم.